بتبدا قصتنا في دار ايتام، وبيكون ده وقت الغداء والكل عمال يحضر في الاكل ويساعدوا بعض. فجاه بيضرب واحد من الميتم طفل معاه، فبيقول له بطلنا كي اللي بتضربه، فبيرد عليه الواد اللي اسمه كايو بيقول له علشان بيقول ان احنا هنخسر في الحرب. وبيكون اسم بلدتهم ده هو كيموي، ودي بلده في جزيره صغيره. وبنعرف ان في يوم من الايام دوله كورن اللي هم عايشين فيها تم غزوها وتم احتلال حوالي تلت البلدان. وعلى الجانب الاخر من الجزيره بيكون دوله دونا الحليفه، ودي بتهتم بنفسها بس، وبتقفل الابواب بتاعتها وما بترضاش تدخل اي لاجئين. ومن ساعتها والجزيره دي اتقسمت نصين، وكان في تنين احمر مسالم عايش هناك. دلوقتي بقى هايج وما سابش القريه غير لما محى شعبها بالكامل. بنرجع تاني لبطلنا كي اللي بيتكلم معاه الواد كايو، بيقول له احنا لو قلنا ان احنا هنخسر فهنبص ازاي لاجدادنا اللي ضحوا من اجلنا وماتوا علشان يحموا البلده دي. بس بيقول له كني ما ينفعش يبقى قاسي كده، هو لسه طفل برضه. وبيروح يطبطب عليه. بعدها بيروحوا ياكلوا كلهم، وبيقول كاي لواحده منهم اسمها ميشرو ان السوق هيفتح بكره وعشان كده هيروح يساعدها في التسوق. بيسالوا بطلنا كي لو هيقدر يشيل كل الحاجه دي لوحده، فبيقول له كاي وهو فاتح صدره عيب عليك مفيش حاجه تقف قدامي. في الوقت ده عند مدينتهم بنشوف مجموعه من الناس شايلين صندوق وشكله في حاجه قيمه، بس بيكلمهم واحد اسمه كورتس واللي بيبقى مسؤول عنهم وبيعاملهم معامله العبيد حرفيا. فجاه بيقع واحد منهم من كتر التعب، فبيروح كورتس ويدوس عليه وبيقعد يشتم فيه وبيطلع السيف بتاعه علشان يقتله، ولكن بتنادى عليه السيده بتاعته في اخر لحظه واللي اسمها كو. وما يغركش مظهرها يا صديقي، دي اسوأ منه بمراحل. بتقول له ايه اخبار الورقه الرابحه بتاعتنا ضد التنين الاحمر، فبيقول لها ان كل حاجه تمام وبتطلب منه ينجز علشان ما فيش وقت. بيتحرك العاملين بسرعه قبل ما يرجع لهم تاني، وبتكمل كو بتقول له ان فريق كوران مستعد للانتشار. فبيرد عليها وبيقول لها ان احنا لو ما عرفناش نمسك التنين الاحمر المره دي هيتقال علينا ان احنا مش قد المسؤوليه. بتقول له احنا هم حكام الجزيره، مين اللي هيقول علينا كده؟ وبنروح بعدها المعبد سلطان كورن، وبيكون في واحده قاعده جوه بتتكلم مع شخص مجهول. بتقول له ان فريق التنين الاحمر بيفكر في حاجه مثيره للاهتمام المره دي، فبترد عليها البنت اللي جوه بتقول لها ان التنين الاحمر ده عائق بالنسبه لنا ولازم كورن تتخلص منه. بنروح بعدها المجموعه من الحراس بيكونوا قاعدين في الغابه، وبيروح قائدهم يسال البنت اللي قاعده على التمثال وبيقول لها هنلاقي التنين الاحمر فين، فبتقول له في دار الايتام. بنرجع تاني لبطلنا كيلي بيكون قاعد يتدرب، وفجاه بيجي الواد اللي شفناه من شويه واللي بيكون اسمه فوجا، وبياخد السيف وبينزل بيه على بطلنا من ظهره، بس كي بيلاحظه وبيعرف يصد الهجوم. بطلنا بيكون عارفه فبيساله فوجا انت ليه نزلت السيف بتاعك، فبيرد عليه كي وبيقول له عشان هو مش بيتدرب من اجل القتال، وبيقول له فوجا انت عمرك ما هتتغير ابدا. بيكمل وبيساله لو كان هيمشي في نفس الطريق بتاع ابوه، فبيقول له كي ان كومورا مش محتاجه حد يحكمها. فبيرد فوجا وبيقول له ان بمجرد ما تشو يتوج هتحصل صراعات في البلد. بيقطع كلامهم مع بعض وصول ميشرو وبتقول لهم ان يجي وقت افتتاح السوق، فبيجي فوجا وبياخد سيف التنين وبيديه لكاي وبيقول له خليه معاك النهارده بس خلي والدك فخور بيك. بس بيساله كاي وبيقول له لو ابرزت سيف التنين كده مش هيكون خطر عليا، فبيقول له فوجا ده هيبقى خطر فعلا بس لو كنت انت الملك. بيساله كي لو كان هيروح السوق، فبيرد فوجا وهو متوتر وبيقول له وبيخرج كي هو وميشرو. وبعد ما بيخرجوا بيطلب فوجا من كي انه يسامحه على اللي هيعمله. انا عارف انك ممكن تكون مش فاهم حاجه لحد دلوقتي، بس استنى على التقيل كله جاي قدام واوعدك انك هتشوف عظمه يا صديقي. المهم بنروح لوقت افتتاح السوق بيكون مليان بالناس، وبنشوف كي وميشرو ومعاهم كاي وهم بيتسوقوا، وبيكون كاي فرحان جدا بسبب ان السوق رجع تاني بعد ما كان مقفول لسنين فاتوا بسبب الحرب. بتقول ميشرو الكن السيف ده لاقي عليه جدا وبيكون شبه والده بالظبط، فبيبتسم لها وبيخبط في واحد بالغلط بسبب ان هو ما خدش باله، بس الشخص ده بيكون محترم وبيساعده يقوم وبيتاسف له وبيمشوا. بعد ما بيمشوا بنرجع للشخص اللي خبطه ده تاني واللي بيكون اسمه سوراس، وبيكون فرحان جدا بالهواء النقي اللي في الجزيره. فبتقطع البنت اللي معاه بيكون اسمها ميريل وبتقول له لو كان فعلا هيقاتل فريق التنين الاحمر رغم ان هم لسه ما تعرفوش من اثار الحرب. فبيرد عليها وبيقول لها انه عمل اتفاق مع التنين الاسود وما عندوش اي خيار تاني، وبيكون فوجا بيصنط عليهم وسمع كل اللي بيتقال. اول لما بيمشوا بيقوموا رجالته ان هم يتحركوا، وبنروح لكي اللي بيكون في نص السوق بيشتري حاجات، وفجاه بيجي حارس وبيقول لكل اللي في المكان ان في قائد ل 500 راجل من جيش كورون هيعدي من هنا. بيأمرهم ان هم يوسعوا الطريق، واول لما الناس بيسمعوا اسم جيش كورون بيبداوا يجروا من المكان، وكي بيتفاجئ من اللي سمعوا. بس بيوصل في الوقت ده كله شفناها في الاول هي والحارس بتاعها. بيقول لها كوروتس لو كنا زودنا سرعتنا شويه ما كناش اضطرينا نعدي من المدينه المقرفه دي علشان نختصر الوقت. وبنعرف ان اللي جوه الصندوق دي هي اداه اسمها عين التنين واللي تبقى ورقتهم الرابحه ضد التنين الاحمر، وعشان كده بتطلب منه انه يسترخي. بيحس كي باحساس وحش بسبب الاداه اللي معاهم، وفجاه بيتكلم التنين اللي جوه بيقول له ان تم تحديد الملك الجديد وبيطلب منه يعمل عقد معاه، وفي المقابل هيتم تحقيق لي اي امنيه هو يطلبها. وهنا بيتكلم كوروتس وبيقول ان المفروض يكونوا ممتنين بسبب ان كو عدت بنفسها من مدينتهم، وده علشان تخلص على وريث التنين الاحمر بسبب الجرائم اللي عملها في الحرب واللي يبقى بطلنا، وهيكشفوه باستخدام عين التنين اللي معاهم في الصندوق. كده الامور بدات تتضح شويه، بس فجاه بتتحرك كو بتقرب من بطلنا وبتنادي عليه، وطبعا كي بيبقى مرعوب. بينزل من على حصانه فبتروح له بتقول له انت شايل سيف ليه؟ انت عارف ان تم اعلان حظر الاسلحه بسبب ان كروم بتحمي المدينه، ما في السبب انك تشيل السيف وبتطلب منه يرميه بعيد. بس بتتدخل ميشرو وبتقول لها ان ده سيف التنين ورث عيلتهم. الكلام ده مش بيعجب كو، بتخرج سلاحها وبتحطه على رقبتها، بس بيجي كي مكانها فبتطلب منه يرمي السيف او هتاخد حياته بداله. ما بيكونش عنده خيار تاني وبيستعد علشان يرميه، بس بتوقفه ميشرو وبالفعل مش بيرميه، وده اللي بيخلي كو تطلع سلاحها وتستعد علشان تقتله. بس فجاه بيجي فوجا وبيقتل اول حارس بيقابله، وبيقعد يقتل في حراس كو واحد ورا التاني، وبيحصل انقلاب في المكان، وده بيخلي جنود كو ينسحبوا. وساعتها بتسيب كي خالص وبتمشي بسرعه، وفجاه بيجي المكان واحده راكبه كلب طائر.
بتتكلم كو بتقول زي ما هو متوقع من مبتدئين زيكم بتستخدموا كائنات بدائيه، وعند كوروتس اللي بيامر جنوده ان هم يقتلوا المدنيين علشان ممكن يكونوا متفقين مع بعض، وفعلا بيبداوا يقتلوا فيهم بدم بارد. وبيشوف كي ماسكه ابنها الرضيع وبتاخد طلقه بتموت في وقتها، بتسيب ابنها الرضيع لا حول له ولا قوه، وده اللي بيعصب كي جدا. وعند البنت اللي طايره بتامر الحيوان بتاعها انه يهاجم، واول حاجه بيعملها انه بيوقع العربيه بتاعتهم وبعدها بينزل على الارض. ساعتها كو بتهاجمها، وبنروح في الوقت ده عند كي اللي بيقرب من عين التنين، واول لما بيعمل كده بتتحرك لوحدها وبتروح تلزق في كي، وده بيخليه يصرخ من الالم. وبيجي كوروتس في الوقت ده وبيقول اخيرا عرفتك، وبيقرب منه علشان يقتله، بس بيروح كي يدافع عنه، وهنا بتجري مشرو علشان تلحقه قبل ما يحصل له حاجه. بس فجاه بيهجم عليها كوروتس وبيطعنها في قلبها وبتقع على الارض ميته، فبيجري عليها كي وبيصرخ بسبب ان هي كانت اقرب واحده ليه، وبيروح كي علشان يضربه بس بيطيره بحركه واحده. بيتجه بعدها ناحيه كي علشان يقتله، بس في الوقت ده بينفجر فرن جنبهم وبيعمل دخان في المكان، وبيستغل كي تشتته وبياخد مشر وبيهرب. بيوصلوا المكان مهجور وبيسال نفسه المفروض يعمل ايه، فلو بقى الملك فكده الحرب هتقوم من تاني. كان فاكر ان لو بعد عن عرش الملك فالحرب هتبعد عنه، بس الحرب لسه شغاله ومش سايباه في حاله. ساعتها بيتكلم التنين وبيقول له اعمل معاها عقد وهحقق لك امنيه واحده وهديك قوتي، وبيفكر كي بجد المره دي وفعلا بيوافق. بيقول له انا عايز اغير العالم، وبيتم التعاقد واللي بسببه كي بيصرخ من الالم، وبيطلب من التنين انه ينفذ امنيته. بيطلب منه انه ينقذ مشرو، بس فجاه ايد كي بتتحرك لوحدها وبتاخد السيف وبتوجهه ناحيه مشرو، وبيحاول كي يمنع نفسه، بس بيقول له التنين ان هو لازم يقدم اضحيه، وده علشان يتم التعاقد بشكل رسمي. وهنا بيرجع كي في كلامه وبيحاول يمنع نفسه بس ما بيقدرش، وبيخترق السيف مشرو اللي بتكون لسه فاير روح، وقبل ما تموت بتقول له ان هي مش زعلانه منه وبتطلب منه يغير العالم، وبتفرق الحياه في مشهد صعب جدا. هنا بيدخل دمها داخل عين التنين، وبيقول التنين بنفسه ان تم استيفاء الشروط، وبيوصل كوروتس في اللحظه دي ما بيستناش وبيهجم عليه، بس بيصد كي كل ضرباته بسهوله، وده اللي بيفاجئ كوروتس وبيقعد يهجم عليه ولكن بيصد كل ضرباته. بيترعب كوروتس، وهنا بيهجم عليه كي بقوه التنين وبيحصل انفجار قوي بيخلص عليه، وبيجذب الانفجار ده انتباه كل اللي في المكان، واول لما بتشوفه كوب تهرب على طول. بيعدي الوقت معانا وبيتجمع فريق التنين الاحمر، وبيروح ينحني في وجه الكي بسبب انه بقى رسميا وريث التنين الاحمر. هنا بيكلموا كي وبيقولوا انت اصريت ان اخد السيف معايا، وده معناه ان انت كنت عارف ان هم هيعدوا من هنا، ليه عملت كده يا فوجا؟ في الوقت ده بيحدف عليه كاي حجر وبيقول له وهو بيعيط انت اللي قتلت اختي، وبيقعد يصرخ فيه، وبعد كده بيروح يقعد لوحده. بيجيله في الوقت ده البنت صاحبه الحيوان الطاير واللي اسمها ماكي، وبتساله لو كان يبقى اخو مشرو، فبيقول لها وهو زعلان لا. وفي الوقت ده بتيجي البنت اللي كانت عند معبد سلطان كورون، واول لما بيشوفها الكلب بتاع ماكي بيكون هينبح، بس بتستخدم قوتها وبتهيمن عليه، بتخليه يسكت. وبنرجع تاني لماكي اللي بتقول له ان مشرو قالت لها قبل كده ان هي عندها استعداد تكون هي ضحيه وريث التنين، وهي دلوقتي بالعكس هتكون مبسوطه. فبيقول لها كاي يعني كلامك ده معناه ان كي مش هو اللي قتلها بالمعنى الحرفي. وعند كي فوجا بيتكلم معاه بيقول له ان جه وقت استرجاع البلد من الحكومه الفاسده وكرون، وبيكون كي لحد دلوقتي مش مصدق انه خلاص بقى وريث التنين. بس فوجا بيقول له ان القوه اللي اظهرها لما كان بيقاتل دي اكيد تبقى قوه التنين الاحمر، وبيطلب منه يروح لمكان امن، وده علشان تعزيزات قوات كرون هتوصل هنا على حدود الفجر. فجاه بيقطع كلامه ووصول الشخص اللي كي خبطه لما كان في السوق، وبيقول لهم ان ده مش هيساعدهم، فبيسالوه هو مين، فبيقول لهم ان هو جاي من دانتا. فبيتعصب الحراس وبيقولوا له جالك جرأه تيجي لحد هنا بنفسك. وهنا بيقوم فوجا بيناديه فارس التنين الاسود، والبنت اللي معاه دي بتعرف عن نفسها وبتكون هي المرافقه بتاعته. بيقول فوجا ان في 30 واحد في العالم بيلقبوا بفارس التنين الاسود، ومش مصدق ان في واحد منهم واقف قدامه دلوقتي. بيساله كي بيقول له واحد عظيم زيك بيعمل ايه هنا، بس بيرد عليه بيقول له انت هو العظيم يا كي، انت هو الملك الشرعي للبلاد. وبيقول له ان تم اختياره علشان يكون في فريق التنين الاحمر خلاص. بنروح بعدها لسجن اسمه شوكا، وبنشوف شخصين داخل السجن، وبيقول واحد منهم للتاني انه مش مصدق انه اتعاف في وقت زي ده، فبيرد عليه التاني بيقول له ان ما ينفعش نسيبه يخرج. بيوصلوا للزنزانه وبيكون موجود فيها شخص اسمه ايجاتو، واول لما بيشوفهم بيرحب بيهم، وفجاه بتدخل البنت دي عليهم وبتقول لهم انا ما كنتش اعرف ان الحكماء الحاليين لكوموي موجودين هنا. فبيقول اللي شعره اسود لايجاتو ان قوات كورون هجمت من طرف المقاومه واللي هم فريق التنين الاحمر. بيسال ابو شعر ابيض لو كان هم اللي اداهم الاوامر، بس بيكملوا بيقول له احنا عايزين ننشر الشائعات بان التنين الاحمر اتجنن خلاص. بس بتقطعهم البنت وبتقول له لايجاتو ان الثلاث دول بيبعتوا المحاربين النخبه اللي عندهم لتشكيل فريق التنين الاحمر. فساعتها بيرد عليها ايجاتو بيقول لها علشان نجيب كيل الفريق فاحنا محتاجين نفتح عينه شويه ويبدا يشوف العالم الواقعي. بيمر الوقت وبنروح عند الكل بتكون بتكلم البنت اللي شفناها من شويه، وبتقول لها وهي متعصبه انا ماليش دعوه بالحوار بتاع البعثه المشتركه ده. بتسالها فاضل قد ايه على وصول الدعم، بس بتطلب منها البنت ان هي تتراجع، فبتقول لها كون هي مش هتسيب الموضوع يعدي بالساهل. بتحلف ان هي مش هتسيب عين التنين وهترجعها بالعافيه. وهنا بيجي لها خادمه وبتقول لها ان في حد عايز يقابلها. بنشوفها بعد ما طلعت وبيقول لها التاجر اللي كانت مشرو بتشتري منه الطلبات ان كي يبقى هو وريث التنين. بيقول لها انا متاكد من ده لان عشيرتي كي واصحابه وعارف عنهم كل حاجه. بتشكر كو التاجر على المعلومات
المعلومات دي وهنا كل خطتها بتتغير. بس قبل ما بتدخل بتكلمها مرات التاجر وبتطلب منها ترجع ابنها اللي اخدته منها. اول لما كو بتسمع كده بتقع على الارض من الضحك وبتقول لها فكرتيني، يعني الواد العسل ده يبقى ابنك. بتكمل كو بتقول لها ان ابنها دلوقتي بقى جزء منها بسبب قدراتها اللي بتخليها تمتص الارواح اللي بتقتلهم وتكتسب منهم القوه. ساعتها التاجر ومراته بيتصدموا من اللي سمعوه. وبعدها بنروح لكي وبيقول له سواريز ان احنا محتاجين قوتك علشان نلاقي التنين الاحمر بنفسه. بس هنا بيخرج فوجا سلاحه، بيحط السيف على رقبه سواريز وبيقول له ان ده انت وكورون اللي دايما بيحاربوا بعض على مين هيحكم الجزيره عملوا فريق مشترك مع بعض. بيقول له ان ده مش منطقي نهائيا وبيساله فين الشخص اللي تبع كورون. فبيقول له سواريز ان هو المفروض كان يقابله في المدينه بس هو ما جاش. بيقطع الكلام ما بينهم وصول الحارس وبيقول لهم ان جيش كورون محاصر المدينه. وبيقول فوجا لاتباعه ان هم يحاربوا بكل شجاعه. بينطلقوا بس بيوقفهم كيو بيقول لهم ان في اطفال في المدينه بس ما حدش بيسمع كلامه وبيخرجوا كلهم علشان محاربه الاعداء. بنروح لكله بتكون عماله تحرق في البيوت بتاعه المواطنين وتقتل فيهم وهي بتضحك من غير اي ظهر ضمير. بنشوف كايو هو بيجري علشان يحاول يعمل اي حاجه بس فجاه بتيجي البنت اللي بتتحكم في الحيوانات وبتقول له حاجه ما بنعرفش هي قالت له ايه. بعدها بنروح لفوجا اللي بيكون واقف على البوابه مستني جنود كورون يخترقوها علشان يخلص عليهم هو وفريقه. بس بيجي له سواريز وبيقول لهم ان الطريقه دي طريقه رخيصه جدا. بيقول لهم ان مش هتنفع ضدهم بسبب عددهم الكبير وبيقول لهم ان دي الطريقه الوحيده اللي هيقدر يكسب بيها ثقتهم. وبيخرج بره البوابه بيوصل لحد جنود كورون واول لما بيشوفوه بيهجم عليه واحد منهم بقوه كبيره جدا بس بيصد سواريز هجومه بكل سهوله. بيخلص عليه في غمضه عين وده اللي بيرعب جنود كورون بسبب ان هم حتى ما شافوهوش وهو بيقتله بس مش بيفكروا كتير وبيهجموا عليه ولكن بيصد هجماتهم واحد ورا الثاني. وبيهجم على واحد منهم بس بيصد ضربته. اول لما بيعمل كده السيف وبيختفي. بيطلع سيف تاني وبيبدا يقاتل بس السيف التاني ده مش بيقعد معاه كتير وبيتكسر، لا ده بيتمحي من الوجود تماما. بيكون فوجا ومساعده سواريز بيشوفوا اللي بيحصل وهنا بيسال فوجا عن طريقه قتاله الغريبه دي. فبترد عليه وبتقول له انه اتولد بلعنه غريبه بتخلي اي اداه يمسكها تتمحي من الوجود. بس ده ما بيكونش عائق لسواريز بسبب ان هو اتاقلم مع الوضع خلاص وبيهجم عليهم بهجوم قوي جدا بينهي المعركه تماما. وعندي كل بيبقى قاعد مع ماكي وفجاه بيحصل انفجار جنبهم واول لما بيشوفوا كده بيركبوا الطياره وبيتجهوا لهناك على طول. بيكون سبب الانفجار ده هو كل بتكون عماله تدمر في المباني. فبتقول ماكي ان هي تشتتها وهو يخش ينقذ المدنيين. بالفعل الخطه دي بتنجح وبتعرف ماكي تشتتها وبيدخل كده علشان ينقذ الاطفال. وبره بتكون المعركه شغاله ما بين ماكي وكو. بتنجح كو ان هي تجرح الطير وبتوقعه بس بيلحق نفسه قبل ما يقع وبيطير تاني على طول. وبتهجم عليها ماكي من ظهرها وبتقتلها اخيرا بس المفاجاه انها بترجع تعيش تاني. بتقول لها وبتضحك ان هي عندها اكتر من حياه وده بسبب قدرتها اللي بتخليها تمتص ارواح الناس اللي بتقتلهم وبتضربها جامد جدا وبتخليها تقع هي والطائر بتاعها. بيكون كي شايف اللي بيحصل وبيعرف ان الوضع لو فضل كده هيموتوا وبيعرف ان ما عندوش خيار تاني غير انه يستخدم قوه التنين وبينده عليه. ولما التنين بيكلمه بيطلب كاي منه انه يديله نفس القوه اللي اداها له المره اللي فاتت. وهنا التنين بيرد عليه بيقول له انت هتديني ايه في المقابل. بيكون قصده على التضحيه. فبيتفاجئ كيو بيرد عليه بيقول له ما انا قدمت لك المره اللي فاتت. فبيقول له التنين ان لازم قصاد كل مره هديلك فيها قوتي هتديني حاجه من عندك. وده بيخلي كي بيبكي بسبب انه عارف انه محتاج يقتل حد عزيز عليه مره تانية. وهنا بيقول كاي انه يختاره هو وده اللي بيرعب كي بسبب انه مش عايز يعمل كده. بس بيقول له كاي اقتلني بنفس الطريقه اللي قتلت بها ميشرو في المقابل هتقتل كو وتكسب المعركه. بيروح كاي ياخد السيف علشان يقتل نفسه بس كي بيرفض. فبيقول له كاي انت الملك ولازم تضحي بحاجات مقابل حاجات تانية. بيساله لو كان هيسيب كل الاطفال دول يموتوا رغم ان ممكن يموت شخص واحد بس. وفجاه بتيجي كو بتهجم على بطنه وبتحدفه بعيد وبتروح علشان تاخد عين التنين منه. بس بيجي كايو بينط عليها وبيحاول يمنعها قبل ما توصل له ولكن بضربه واحده بتخلص عليه. فبيصرخ كاي جامد ولكن قبل ما يعمل اي حاجه بيتكلم التنين وبيقول له تم استيفاء الشروط. بيستغرب كيو بيقول انا ما قتلتهوش. وبتكون البنت الغريبه دي واقفه بتتفرج على كل حاجه. فبيتكلم السلاح بتاعها اللي بالمناسبه بيتكلم عادي وبيقول ان ده اسمه الهجر. بيبقى ممثل للقتال بالظبط ودي الطريقه اللي بيحسب بها التنين التضحيه. بنرجع تاني عند كاي اللي بيكون بيلفظ انفاسه الاخيره وبيطلب منه ياخد حقه وحق ميشرو ويخلص العالم من الفساد. بيعتذر له عن اي كلمه قالها في حقه وحشه وبيموت. وبيقف كي وهنا بتهجم عليكم بسرعه بس ما تعرفش ان هي كده حكمت على روحها بالموت. بيصد كي ضربتها بهجوم مضاد وبيحصل انفجار قوي جدا في المكان. بس المفاجاه ان كي بيخرج من غير ولا اي خدش. بتهجم كو عليه مره تانية بس بيصد كل ضرباتها بكل سهوله. وفجاه بيهجم عليها بقوه التنين وبيحرقها نهائي وبيتم الانتهاء من القتال من غير ما يتلمس. بعد شويه بنشوف فوجا وسواريز وهم واقفين مع بعض وبيقول لهم كي انه قرر ينضم للفريق بتاع سواريز المشترك بسبب انه عايز يقابل التنين الاحمر بنفسه. بيطلب من فوجا انه يحمي الاطفال اليتامى دول في غيابه وبيكون واضح الحزن على فوجا. وفجاه وهو واقف بتهجم عليه الارواح اللي كانت مع كو بس بتظهر البنت اللي بتعرف تتحكم في الحيوانات واللي بنعرف ان اسمها شون وبتقتل الارواح قبل ما توصل له. اول لما سواريز بيشوفها بيقول ان دي الممثله بتاعت كورونو اللي بتروح تحضن كي وبتطلب منه ان هم يكونوا اصدقاء. وبيستغرب كي من طلبها الغريب ده. ومعلومه على السريع كده سواريز يبقى ده الممثل بتاع دانتا واللي تبقى المملكه اللي كانت حليفه البلد كي بس رفضت انها تدخلهم عندها في الحرب. وشون هي الممثله بتاعت كورون. بيجي الوقت اللي فريقنا هيتحرك فيه بس قبل ما يعملوا اي حاجه بيقول لهم سواريز تعالوا ناكل في اي مطعم علشان ما نجوعش في الطريق. بس بيقطعهم كيو بيقول لهم يسبقوهم هم وهو هيروح يعمل حاجه وهيحصلهم وبيسيبهم وبيمشي. بتروح ماكي مع كيو ما بتبقاش غير سواريز وشون اللي بتقول له ان هي هتنضم ليه. فبتقول له المساعده بتاعته اللي اسمها مرال لان دي فرصه حلوه علشان يتعرف عليها. بس بيتحرج وشه بيجيب الوان وبيقول لها انه جاي هنا علشان يعمل مهمته مش عشان يتعرف. وبيقول لها في ودانها بص على كميه المعلومات اللي هطلعها منها
معانا واحنا بناكل وبيغمز لها. بيطلب منها تديله فلوس علشان يدفع حق الاكل لانه مفلس، فبتبص له باحتقار كده وبترمي له الفلوس وبتطلب منه يستمتع بوقته معاها وبتمشي. بيروح لكيل اللي كان رايح يودع ميشارو وكاي قبل ما نمشي وبيقعد عندهم. ولما بنرجع تاني لسواريز هو وشون بيكونوا قاعدين في مطعم غالي جدا. بيسالها سواريز لو كانت الحاجه الغريبه اللي معاها دي تبقى السلاح الخاص بيها، فبتقول له مش بالظبط كده، فهو سلاحه في نفس الوقت لا. بتقول له اللي موجود هنا ده يبقى حياتها، فبيرد على سواريز وبيقول لها بمعنى تاني ان اللي موجود هنا ده سلاح بس ما ينفعش تستخدميه بتهور. بس شكل البت بتقفشه وبتقرب منه فجاه وبتساله هو انت ايه اللي مخليك مهتم بيها كده، وبيبقى واضح ان هي مش سهله خالص، مش بيعرف يطلع منها باي معلومه. وبتصب له كاس فبيقول لها وهو متوتر لا مش زي ما انت فاكره. بيشرب العصير وبيقول لها انا بقى مش بيحصل ما بيني وما بين 99% من الادوات اللي بستعملها توافق، وبيتكسر الكاس اللي في ايده علشان كده بيقول لها انه مش بيرتبط باي اداه ابدا، وده طبعا بسبب لعنته. بيسالها ايه السبب اللي خلاها تقول ان دي حياتها، فبترد عليه وبتقول له ان الاداه دي هي اللي اختارتها. بيستغرب سواريز من كلامها بس بتكمل وبتقول له ان بنسبه كبيره الادوات مش بتحبك وعشان كده بتتكسر. الكلمه دي بتلمس حاجه جوه سواريز وبيفتكر لما كان طفل وبيبقى واضح انه كان بيتعذب. بيفضلوا قاعدين يتكلموا مع بعض شويه وبيجي الوقت اللي هيتحركوا فيه، وبتكون طريقه التنقل بتاعتهم عباره عن افيال. بنعرف ان وجهتهم اللي جايه هتكون شخص اسمه افا، وبيقولوا ان هو صاحب التنين الاحمر وهيحاولوا يطلعوا منه باي معلومه، والراجل ده لقبه التاجر الذي لا يموت. وبيبدا الفريق بتاعنا في التحرك. في الوقت ده بنروح لسجن شوكا وبنشوف فوجا وهو عند الشخص اللي اسمه اوجاتو، وبيقول له هو مش انضمامنا لدانتا وكورون هيبقى في خطر علينا، وده طبعا يعني بسبب ان احنا معارضين لألاعيبهم. فبيرد عليه اوجاتو وبيقول له مستحيل كورون يقتل كي طالما هو جزء من البعثه اللي طالعه، وده هيأمن لنا وقت كافي علشان نحضر نفسنا، وبيطلب منه يساعد كي على قد ما يقدر. بنرجع تاني لكي وفريقه اللي بيكونوا وصلوا المكان يستريحوا فيه، وبيسيب كي فريقه وبيروح يتمشى في قريه محروقه بسبب التنين الاحمر قبل كده. فجاه وهو بيتمشى بيهجم عليه وحش بدون سابق انذار، ولكن بياخد باله في اخر لحظه وبيتفادى الهجوم ده. بتسمع ماكي صوته وبتوصل على طول وبتضرب الوحش ده ضربه بالطياره وبتخلص عليه، بس للاسف الطار بتاعها بيتجرح. فبتقول ماكي الكن مهمتي حمايتك وعشان كده نادي عليا لما تحس بخطر، وهنا بيسيبها كي وبيمشي من غير ولا كلمه. بنروح بعدها لسواريز اللي بتصحي فجاه ميرال وبتقول له ان هي عملت تقرير عن شون وكتبته في ورقه وبتوريه له. بيكون مكتوب فيه ان هي قاتله مشتركه مع كرون وعندها مهارات عاليه جدا، بس بيرد عليها سواريز وبيقول لها ان دي خلفيه ما ينفعش تكون عند حد في البعث نهائي. فبتساله هيعملوا ايه علشان هم يدخلوا اراضي كرون بكره وما عندهمش وقت، وبتقول له ان ده الوقت المناسب علشان يعملوا في اي حاجه. فبيقول لها نعمل ايه يعني لو من ناحيه الخلفيه فاحنا خلفيتنا اسوأ منها بكتير، وده غير ان انا جاي لي اوامر من التنين الاسود بقتل التنين الاحمر. في الوقت ده بتكون شون قاعده مع سلاحها اللي بيقول لها ان الجزيره دي مليانه حاجات قيمه علشان يتغذوا عليها، فبتقول له ان هي هتتاكد تقدم له افضل الغنايم من طفل التنين الاحمر لحد التنين الاسود. وطبعا التنين الاحمر بنفسه بيكون في ريحه غدر طالعه من البيت دي، وشكل الاتنين بيترصدوا البطانه كي. وبعد شويه وقت مش طويل من السفر بيوصلوا المدينه بيستريحوا فيها، وهنا بتقول ميرال لان المدينه دي هي تبقى افضل قاعده لجيش كوران المحتل، وعشان كده شون راحت تجمع شويه معلومات ومستنيين رجوعها. وبيطلب سواريز من كي انه يروح يودي الاكل لماكي. بيقول له بما انها صاحبتك، فبيتفاجئ من كلمه صاحبته دي بس بيروح يودي لها الاكل فعلا. بتكون ماكي قاعده في مخزن مع حيوانها الاليف، فبتقول له ان هي بتاكل من الاكل اللي بياكله الحيوان بتاعها، وده اللي بيفاجئه جدا. وبتكمل كلامه بتقول له بما انك صاحب ميشارو فانا هحميك من غير اي مقابل بسبب ان انا كنت بحب ميشارو جدا وبحسبها افضل صديقه. بس ملامح كي بتتغير من الحزن وبيقول لها انا اللي قتلت ميشارو. فبترد عليه وبتقول له لا ده بسبب ان التنين الاحمر طلب صاحبتك وانت ما كانش عندك اي خيار تاني. فبيقول له عشان كده انا مش هكون اي صداقات تانيه، وده بيوضح ليه كان بيتجاهل التعامل مع الناس وبيسيبهم ويمشي طول الفتره اللي فاتت. وعندي شون اللي بتكون ماشيه في زقاق مهجور وفجاه بيطلع قدامها شخص ماسك بندقيه وبيقول لها انا جيت انتقم لسيدتي كو. بيجي واحد تاني من وراها بيقول لها انا مش فارق معايا ايه المهمه السريه اللي انت فيها، بس ما فيش اي حاجه هتبرر خيانتك. ساعتها بيتكلم السلاح بتاعه وبيقول لها اخيرا انا جعان جدا. بتضحك وبتقول له تحت امرك يا سيدي، وبيهجم عليها الجنود ولكنها بتتفادى كل ضرباتهم بسهوله ورشاقه وبتتسلق الجدران لحد ما بتوصل للسقف. بتقول لهم يمكن ده اخر صفه تشوفوه في حياتكم، وبتستخدم قوتها وبيطلع منها هاله قويه جدا. اول لما بيشوفها واحد من الجنود بيتم السيطره عليه وبيحصل كده مع باقي الجنود، وفجاه بيبداوا يقاتلوا في بعض. بتروح شون عند اخر واحد فيهم وبتتخلص منه، وبيتضح ان قوتها جباره وبتنزل تاني كانها ما عملتش اي حاجه. فبيتكلم السيف بتاعها وبيقول لها انه شبع جدا، ووقتها بترجعوا الصندوق اللي كان فيه. بيعدي الوقت معانا وبيوصلوا لمعسكر تابع جيش كرون، وبنشوف داخل المعسكر القياده بتاعتهم بتقول لاتباعها احنا لازم نعمل حاجه قبل ما جيش دانتا يدخل، وعشان كده مفيش قدامنا اي حل غير اننا ندفع الدين بتاعنا للتاجر الذي لا يموت. وفي الغابه المباشره للمعسكر بيكون فريقنا قاعد هناك بيراقبوا كل اللي بيحصل بالمنظار. بتقول لهم ميرال ان قوات دانتا بقياده ريكا متجهين لهنا دلوقتي، والمدينه اللي موجود فيها التاجر علشان يوصلوا لها لازم يعدوا من هنا، وطبعا لو الجنود لمحوهم مش هيسيبوهم. فبيفكروا انه يخلوا الحرب تحصل ما بين دانتا وكرون، وساعتها هم يتسللوا من ما بينهم ويوصلوا هناك. بس المشكله الاكبر ان محدش فيهم يعرف مهارات التسلل غير شون، وعشان كده بيقرروا انها تروح لوحدها تاخد المعلومات وتيجي، بس بيطلب منها كاي ان هي تاخده معاها علشان هو اكتر واحد عارف التنين الاحمر. بتوافق شون على طلبه وبيوصلوا لحد المدينه، وبتشيل شون كي وبتبدا تتسلق الجدار العالي بتاع المدينه، وبتقعد تتنقل ما بين البيوت لحد ما بيدخلوا بيت غريب مليان حاجات مش مفهومه. فجاه بيحس كي بحاجه من وراه، بيبص ما بيلاقيش حاجه، وبتساله شون بيعمل ايه، فبيقول لها ان حاسس في حاجه اتحركت من وراه. ما بيحطش في باله وقتها ولكنه بيحس بنفس الحركه تاني، ولما بيلف ما بيلاقيش حاجه برضه. فبتقول له شون مش من الاحترام انك تهزر
مع حد اكبر منك، بس فجاه بيظهر كائن غريب واول لما بتشوفه شون بتاخد كيو بترجع لورا. بيقول لهم الكائن ده انا افا، وبيعرف كيو شون ان ده هو التاجر وبيكون شكله مش بشري اصلا. تاني يوم بيحصل احتفال في المدينه وده اللي بيكون معصب قائده المعسكر بتاع كورون جدا، واللي بتكون مهمتها هي محاصره المدينه. بيكون الاحتفال ده بمناسبه صحيان افا بعد ما كان نايم لفتره، وبنشوف كاي وشون وهم على راس العربيه بتاعه الاحتفال. افا بيكون بعت ناس من عنده علشان يجيبوا باقي الفريق، وبالفعل بيجيبوهم. بيبقى افا طاير في الجو كنوع من الاحتفال، بس بنشوف قائده المعسكر اللي بتكون بتنشن عليه وبتضربه وبتصيبه فعلا وبيقع على الارض ميت على طول. بتفرح ان هي عملت كده جدا، بس بعدها بنروح للفريق بتاعنا في قصر افا، وبيكون الفريق كله قاعد وهناك بيغير الخدم بتوع افا راسه اللي باظت وبيرجع احسن من الاول. بيتاسف لهم علشان خلاهم يستنوه، وبيقول لهم ان الجنرال كاجو استهدفت اغلى مكان بالنسبه له. كاجو دي تبقى قائده المعسكر اللي ضربته من شويه، فبتقول له ميريل ان جيش كارون هيحاصر المدينه مع العلم ان القوات دانت بتقرب. بتتكلم شنو بتقول لهم ايه رايكم نخلي الحرب تحصل واستغل تشتتهم وخلص على القائدين بتوعهم، بس بيقول لها بطلنا انه عايز طريقه ينهي بقى الحرب من غير ما يأذي حد، وبيقترح ان هم يتكلموا معاهم. فبيرد سواريز وبيقول لهم على الابواب خلاص، بس شون بترجح فكره كيو بترشحها. في الوقت ده بيقول التاجر انه لو عرف يتفاوض معاهم ساعتها يعترف ان هو يستحق يسمع رساله التنين الاحمر. بيروح كاي وشون وماكل عند المعسكر علشان يتفاوضوا فعلا، واول لما بيوصلوا كاجو بتعمل حاجز بقوتها وبتخرج شون بره. بتاخد كيو ماكي وبتدخل، بس بتمنع ماكي من الدخول عند نقطه معينه، وبيضطر كأنه يكمل لوحده. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف وصول سواريز وميريل عند جيش دانتا علشان يتفاوضوا معاه. بنرجع تاني الكل تطلب منه كاجو يقول اللي عنده، وهنا بيطلع رساله الاعتذار اللي اداها له افا. واول لما بتعرف ان هي من افا بتتعصب وبتخرج سلاحها وبتاخد من الورقه وبتقسمها نصين، وده اللي بيفاجئ كيو. بيسالها بتعمل ايه، بتقول له بطل عبط. فبيسالها لو كانت هتهاجم ناس ابرياء ما لهمش دعوه بحاجه، فبتقول له انا خسرت ناس عزيزه عليا، حتى الجنرال الكل كنت بعتز بيها وما بتبقاش عارفه ان هو اللي قتلها اصلا. بينتقل بينا المشهد عند افا اللي بيقول للاتباع انه عارف ان كاجو عمرها ما هتقرا رساله، وبكده مش هيكون عنده حل غير انه يقاتلها. وبنرجع تاني لبطلنا كي اللي بيكون استوعب دلوقتي المقلب اللي اتعمل فيه من افا، وبيعرف ان هو جابه هنا علشان يقتل الجنرال اصلا، بس عشان يعمل كده لازم يضحي بصديق للتنين الاحمر. ولما بتشوف كاجو بيبص لها بالنظره دي بتتعصب جامد وبتروح تضربه وبتوقعه على الارض. في نفس الوقت كانت ماكي بتخلص على كل الجنود اللي واقفين بره، واول لما بتدخل بتطلب من كين يقتلها، وبيبقى عارف ان هو ما عندوش خيار تاني، بس رغم كده بيعيط لانه هيخسر اي حد يقرب منه، وهيفضل الوضع على كده لحد ما يخسر كل اللي يعرفهم. بيقول لها قتلك ازاي واحنا حتى ما لحقناش نبقى اصحاب. وهنا بتفهم الجنرال من كلامه ان لو ماكي ماتت فهي هتموت هي كمان، وعشان كده بتفكر قبل ما تعمل اي حاجه، وبتيجي في بالكي فكره وبيقول ان الجنرال ما تعرفش ان افا لسه عايش، ولو قال لها كده ممكن النتيجه تتغير. وبيقول لها ان افا لسه عايش، وبيطلب منها تقرا الرساله دي لو عايزه تعيش. وفعلا بتروح تجيب الرساله وبتبدا تقراها، واول لما بتخلصها بتقول له تمام انا موافقه، وده اللي بيخلي كي يستغرب. بيقول لها موافقه على ايه، ده مجرد اعتذار، وده بيخليها تضحك وبتقول له ده اعلان للسلام. وبتخرج تقول للباقي جنودها ان خلاص اعلنوا هدنه، وده بيخليهم يفرحوا جدا. بتكون شون واقفه بتتفرج وبتسال نفسها يا ترى ايه اللي عمله كي، وبعدها بتودع كاجو كي وبيروح هو وماكي وبيركبوا الطاير بتاعها علشان يمشوا. وبعد شويه وقت بنروح لبطلنا بيبقى واقف قدام افا، وبيقول له التاجر انه اعترف بيه خلاص بسبب اللي عمله. بيطلب منه انه يجمع اعضاء فريقه دلوقتي علشان هيتكلم عن التنين الاحمر. واول لما بيخرج بيلاقي ماكي في وشه وبتساله انت ليه ما قتلتنيش ساعتها، مش انت قلت ان انا مش صاحبتك، ولا عشان صاحبتك ما قتلتنيش؟ لكنه مش بيرد عليها وبيمشي، رغم انه بيبقى في اشد مراحل الحزن علشان هو عارف ان هيجي اليوم اللي هيضطر يقتلها فيه. المهم بعدها بيتجمع الكل عند افا، وبيفتكر افا لما كان بيتكلم مع التنين وبيقول له ان هيجي يوم يتغير فيه ومش هيبقى على طبيعته. بيقول له التنين لو ده حصل يبقى روح بركان اوغاني وهتلاقي هناك حاجه انا سايبها بنفسي. وبيقول لهم كي انه هيروح للبركان وبيوافق الكل حتى افا بيجي معاهم. بنشوفهم وهم في طريقهم للبركان، وبيكون كي قاعد مع افا في عربيته وبيساله لو كان ابوه جده مر بنفس اللي بيحصل له ده، فبيرد عليه افا وبيقول له ان اول مره يسمع عن قوه زي قوته دي. بيوصلوا للصحراء فبيخيموا فيها علشان الليل قرب يجي، وبتكون الميه اللي معاهم قلت، وعشان كده بتقول لهم شون ان هي هتروح تدور على اي مصدر مياه قريب وهترجع لهم تاني. بتمشي واول لما بتبعد عن نظرهم بتبدا تجري بسرعه، وبيسالها السيف بتاعها هي بتفكر في ايه بالظبط، فبتقول له ان هي مش هتسيب التنين الاحمر يروح لحد غيرها. بنشوف كاجو هي وجيشها عند البركان، وبتكون متجهه للتنين هي كمان بسبب ان دي كانت امنيه كو عايزه تحققها لها. بتكون بعتت مجموعه من الجنود بتوعها علشان يكتشفوا المكان، بس المفاجاه ان هم بيرجعوا وملامح الصدمه على وشهم من اللي شافوه. بيبقوا شبه اتجننوا، وبيقول واحد منهم ان شاف ناس بتمشي على الحمم البركانيه من غير ما يحصل لهم اي حاجه. بتؤمر كاجو يستجوبهم ويعرفوا منهم اللي حصل، وبتروح هي الخيمه بتاعتها، واول لما بتدخل بتتصدم لان المكان كله بيكون متدمر. وفجاه بتظهر شون بتسالها لو كانت رايحه للتنين الاحمر بارادتها ومحدش طلب منها تعمل كده ولا في حاجه تانية. فبتجاوب كاجو بتقول لها ان هي رايحه علشان كو كانت عايزه تعمل كده وعشان هي عايزه تحقق لها امنيتها. اول لما بتسمع شون كلامها بتقرر ان هي تسيبها وتمشي، بس فجاه بتطلع كاجو بنتيتها وبتوجهها ناحيتها وبتقول لها انا سمعت انك بتقتلي الحلفاء. ما بتبقاش عارفه السبب بس بتستعد علشان تقتلها، ولكن فجاه بتخرج شون سلاحها، واول لما بتعمل كده بتخرج منه الهاله اللي بتتلاعب في الناس. بالفعل بتنجح ان هي تتحكم فيها وبتروح علشان تقتلها، بس فجاه بيحصل حاجه غريبه وهجومها مش بيصيبها خالص بسبب ان عندها مهاره مضاده. شون بتبقى عايزه تقتلها بس بيقول لها السيف بتاعها ان مفيش فايده من تضييع الوقت ده، وبتسمع كلامه وبتتحرك بسرعه. بيجي تاني يوم وبنشوف شون وهي قاعده مع الفريق ولا كأن في اي حاجه حصلت، وبقى قاعدين ياكلوا. وبيجي الليل وبيكون كل واحد فيهم نايم في الخيمه بتاعته، بس فجاه الافيال اللي بره بتبدا
تطلع صوت عالي وبيكون ده بسبب ان في اشخاص شكلهم غريب بيهجموا عليهم. بتصحى شون على الصوت وبتقتلهم كلهم بضربه واحده منها بسبب ضعفهم، ولكن بيكون الاوان فات وبيموت الفيل. فجاه بيهجم عليهم وحش جولم عملاق وبيطير قفا هو وكاي وبتحارب شون الجولم، بس بيضرب الجولم ده قفا وبيوقعه على الارض. وهنا بيوصل سواريز بيخلص عليه سواريز، بس فجاه بيقوم تاني ولا كأن اي حاجه حصلت وبيهجم عليهم بمجموعه من الصخور، ولكن سواريز بيصدهم كلهم بكل سهوله. لكن هجوم الوحش ده بيخلي الارض تتشق ويخرج منها حمم بركانيه بسبب ان هم خلاص وصلوا للبركان. وهنا بيقرب سواريز من الحمم وبيحدف حرشه في التنين الاسود، وبسبب اللي عمله ده بتتحول كل حاجه للون الاسود، بس في المقابل الحمم دي بتقف والوحوش كلها بيقعوا مره واحده. لكن الجولم الوحيد هو اللي بيبقى عايش ومكمل، وبتهجم عليه ماكي وبتخرج منه نبت النين بيبقى محشور جواه. وفجاه الصخور اللي حواليه بتتكسر وبيظهر شخص من داخل الجولم ده اسمه ايزون. بتبقى ماكي عارفاه ومتفاجئه ان هو لسه عايش، ولكنه بيتعصب جامد وبيبقى مش في وعيه نهائي. وبتستغل شون الفرصه وبتقعد تهجم عليه وبتمتص قوته بالسلاح بتاعها، بس بيضربها الجولم ده بيحدفها بعيد. وبتقول ماكي مع نفسها ان هي هتقتله وهتحصله على طول، بس في الوقت ده بيتحول واحد من صحاب كي الوحش بعد ما اتقتل ورجع مره تانية. وهنا بيقول كي بعد تفكير كتير انه هيضحي بيه علشان التنين وبيروح يهجم عليه، ولكنه بيطلع السيف بتاعه وبيطعنه، بس بيتفاجئ ان هو اللي بيطلب منه يخلص عليه مقابل ان الباقي ينجو، ومثل ان هو تم قتله علشان لو ما كانش عمل كده كي ما كانش هيوافق يقتله. ساعتها بيطلب كي من التنين انه يديله قوته، بس التنين مش بيرد عليه وبيموت صاحبه في مشهد محزن جدا. وبيطلب تاني من التنين بس ما بيردش عليه برضه، وبيقعد ينادي بس ما فيش اي استجابه. كي بيتعصب جدا لانه كده ضحى بواحد صاحبه من غير اي فايده. ساعتها بيجي له سواريز وبيقول له ده معناه ان الروح ما كانتش كفايه، وطبعا كي بيحزن جدا. بيتجه سواريز ناحيه الجولم وبيفتكر لما كان داخل مكان اسمه ضريح التنين الاسود وبيشوف سيف قدامه وبيروح علشان ياخده، ولكن لعنته بتشتغل وبتمحي السيف. ساعتها بيظهر له التنين وبيساله لو كان عايز يتخلص منها، فبيقول له سواريز ان ده حلم بالنسبه له. فبيرد عليه التنين وبيقول له انت عارف ان في تنين من التنانين السبعه موجود في بلد كوموري، وده هو التنين الاحمر، والتنين ده بقى مجنون وبيطلب منه ان هو يقتله وفي المقابل هيشيل منه اللعنه. فبيوافق سواريز من غير اي كلام. ساعتها بيعينوا التنين من الفرسان السود، وبنرجع تاني لسواريز اللي بيستخدم قوه التنين الاسود وبيطلع منه قوه مرعبه بتملى المكان كله. بيهجم على الجولم ده وبيخلص عليه بضربه واحده بس من قوه التنين، وساعتها بنعرف قد ايه التنانين قويه جدا. في الوقت ده شون بتكون شايفه اللي بيحصل وبتتفاجئ من قوته، وبيقول لها سيفها ان عنده فضول يشوف ايه اللي هيحصل لو سواريز مسكه. وبعد وقت مش طويل بيتجمع الفريق وبيقول لهم قفا ان النبضه تقريبا هو الحاجه اللي التنين الاحمر سابها. وفجاه بتتصل عليه الخادمه بتاعته بتقول له ان في حاجه بتحصل في المدينه، وبنشوف شخص غريب بيقول للشعب ان البنت اللي معاه دي تبقى هي الوارثه الشرعيه للامبراطوريه، وبيكون اسمها اونوري. واللي كي اول لما بيسمع اسمها بتجيله حاله صدمه، فبتساله ماكي لو يعرفها، فبيقول لها ان دي تبقى اخته الصغيره. فبترد عليه ماكي وهي مستغربه وبتقول له انت مش عيلتك كلها ماتت؟ فبيقول لها كي والله انا كنت فاكر كده انا كمان. في الوقت ده بتدخل شنو بتقول له يبقى انت لازم تقابلها بنفسك، وبتكون فقدت دراعها بسبب الضربه اللي اخدتها من الجولم. فجاه البركان اللي هم فيه بيتنشط وبتبدا الحمم البركانيه تخرج منه، وده بيبقى خطر جدا على المعسكر بسبب انه قريب جدا من البركان. ساعتها بيخرج الشخص اللي شفناه في السجن وبنعرف ان اسمه سايمون، وبيستخدم قوته وبيخرج منه هاله قويه جدا قريبه من هاله سواريز وبيعمل بها شق عملاق في الارض بيمنع وصول الحمى من المعسكر. بينبهر الفريق وبنعرف ان هو قائد في الجيش، وبيقول سايمون ان القوه اللي اداها له التنين الاسود المفروض تكون قلت النص في الجزيره دي، وزي ما توقعنا بيكون هو فارس من الفرسان السود هو كمان. بيمر الوقت وبيوصلوا المدينه بتاعتهم مره تانية، وساعتها بتستقبله اخته اونوري بالاحضان، وبيتفاجئ لما بيعرف ان هي اخته فعلا لسه عايشه. بتقول له انا عايز اقدم لك حد، وفجاه بتدخل ميشارو وازاي وهو كان مضحي بيها للتنين. بيتصدم ساعتها وما بيكونش فاهم حاجه، وبتيجي ماكي علشان تروح لميشارو بسبب ان هي اكتر واحده عارفاها، بس الجنود بيمنعوها. بيكون شكل الموضوع ده في ان بنروح لكي وماكي اللي بيكونوا قاعدين في القصر بتاع افا، واللي بتقول له ان ميشارو ماتت واونري هي كمان ماتت. بس بيدخل عليهم فوجا وبيقول لهم ان اونري كانت عايشه بامر من ايجاتو هو اللي جابها هنا. وبيتفاجئ كي لما بيعرف ان ايجاتو كان مخبيها طول الوقت ده. بيفتكر في الوقت ده كي لما ابوه وامه ماتوا بسبب جيش كوران، وساعتها جاله ايجاتو وقال له انه هينقذ اخته اونري. بيفوقوا ساعتها فوجا وبيقول له انه راح مره يزور ايجاتو في السجن ولقى هناك اونري، وبيقول له ايجاتو انه خباها بسبب ان لو كوران عارف ان الوارثين الشرعيين لسه عايشين هيتحرك على طول. ساعتها بتتكلم ماكي وبتقول له طب كده عرفنا ان اونري عايشه، ميشارو اللي انت قتلتها بنفسك؟ فبيرد عليها فوجا بيقول لها انا اعرف اونري لكن ميشارو لا. بيطلبوا منه ان هم يتكلموا معاها او عند افا اللي بيطلب من شون حاجه ما بنعرفش ايه هي، في مقابل انه يصنع لها دراع آلية. بيتوافق على طلبه وبيقول للخادمه بتاعته انه وعد مراته المتوفيه ان هو هيحميها وبيطبطب عليها. بنروح في الوقت ده الكل اللي بيكون وصل لعند اخته بيقابل هناك ميشارو، وبتكون ماكي واقفه بره بسبب ان هي ممنوعه من الدخول لسبب ما. بتكون هتموت وتدخل، بس بيجي افا وبيقول لها انت كده هتاذي كي مش هتساعديه، وبياخدها وبيروحوا يتكلموا مع بعض. بتتكلم معاه وبتقول له ان ميشارو اتقتلت وقدمت روحها للتنين، ولو فعلا ما كانتش ماتت كان التنين ساعتها رفض يدي قوته لكي. وساعتها بيوريها افا اللي بيحصل هناك بسبب ان بيبقى حاطط كاميرات في كل حته في المدينه. وبنرجع تاني لعند كي اخته بتتكلم معاه وقتها وبتقول له احنا اتولدنا كتوائم وانا اللي اخترت ان اكون الملكه للمدينه. بتشوف ماكي كل اللي بيحصل ده وبتقول احنا قتلنا علشان نخلي كي هو الملك مش هي. وساعتها بتيجي ميشارو وبتحضن كي اللي بيعيط بسبب كده، وبتكون نظرات ميشارو مش طبيعيه. بعدها بيخرج كي من عندهم وبتقابله ماكي وبتقول له انت الملك يا كي، واللي بيكون شبه اقتنع بكلام اخته. فبيقول لها ان ميشارو عايشه وده المهم دلوقتي، ولكن بترد عليه وبتقول له ان ميشارو ماتت علشان تبقى الملكه كي واحنا دفناها بنفسنا، وبتسيبه وبتمشي وبتروح لافا اللي بيقول لها ان ميشارو
وقالها على الوضع ده ايام ما بتتحركش من مكانها، وده بيكون اكبر دليل على انها مش ميشارو الحقيقيه، بس بيكونوا عايزين دليل قطعي يثبت ده. وبيجي الليل بعدها وبنشوف ماكي رايحه للقصر اللي موجود في انر وميشارو، وبترشي الحارس اللي هناك وبتطلب منه يوصل لميشارو ان هي عايزه تقابلها بره. ما بيعديش وقت كتير وبتيجي ميشارو فعلا، وبيروحوا يتكلموا مع بعض، وبتسالها ماكي لو كانت فاكره اول مره اتقابلوا فيها. ساعتها بتطلب منها ميشارو ان هي تحمي كيو، فجاه بتروح ميشارو علشان تحضنها بس بتبعد عنها ماكي وبتقول لها ان ده معناه انك مش فاكره صح. فبترد عليها ميشارو بابتسامه سامجه، وده اللي بياكد لماكي ان دي مش ميشارو الحقيقيه، وبتقطع الشق باليقين وبتامر الطاير بتاعها ان هو يهجم عليهم. وما بنعرفش ايه اللي حصل بعدها. بيجي بعدها تاني يوم وبيجمع قفل كله، حتى الراجل اللي كان مع اونري اول مره، لانه بنسبه كبيره هو اللي ورا كل حاجه بتحصل. بيجيب معاه ميشارو، وهنا بتقول لهم ماكي ان ميشارو عباره عن نسخه غير حقيقيه، بس الراجل اللي اسمه كيبا ده بينفي الموضوع نهائي. بيقول لهم طبعا مستحيل، بس بتكمل ماكي وبتقول لهم ان ميشارو ماتت. فبيرد عليها سواريز وبيقول لها انا كنت عارف ده بسبب ان انا شفتها بتموت قدام عينيا، بس بيقول لهم كيها عايشه هي وقاعده معانا. فبتقول لهم شوني ان هي اكتشفت بعد سنوات من الخبره علشان تتاكد ان الشخص مات لازم دماغه تتقطع. فساعتها بيتكلم كيبا وبيقول لهم علشان تتهموا اتهام زي ده لازم يكون عندكم ادله. وساعتها ماكي بتوقف كل ده وبتقول لهم ان هي قتلت ميشارو امبارح، وده اللي بيصدم الكل وبيطلع عفا ليهم التسجيل اللي حصل امبارح، وماكي بتقتلها، وده اللي بيخلي العجوز كيبا مصدوم ومش عارف يقول ايه. ساعتها بتدخل اونر وبتقول لهم ايوه هي نسخه في مشكله، وبتكمل وبتقول لهم ان ميشارو شخص عزيز على اخوها وعملت النسخه دي علشان تستخدم قوتها. وطبعا زي ما انتم شايفين كده لا تمت للواقع بصله، نسخه من غير روح. وطبعا الكل بيتفاجئوا من اللي سمعوه. بياخد كي اخته بيروح يكلمها لوحدهم وبيسالها لو فعلا اللي قالته ده يبقى صح. فبترد عليه بكل برود وبتقول له انا كنت بحسب ان الكل عارف. فبيقول لها انت عملت كده ازاي؟ فبتقول له دي القوه اللي التنين اداها لي. بيبقى عندها عين زي كي بالظبط، وده اللي بيتفاجئ كي منه. بنرجع تاني عند افا والباقي، وبيكون بيراقب كي بالكاميرات بتاعته، بس فجاه بتكسر اونري كل الكاميرات اللي مستخبيه، وده اللي بيفاجئ افا بسبب ان هما كانوا مستخبيين كويس. بنرجع تاني عند اونري بعد ما كسرت كل الكاميرات، وبتكلم اخوها بنبره حاده وبتقول له اوعى تثق في البعثه المشتركه دي ابدا، فكل هدفهم هو تدمير التنين الاحمر. بيكملوا كلام ولكن ما بنعرفش قالوا ايه بالظبط، وبيخرجوا بعد ما يخلصوا كلام. وبيعترف كي ان ميشارو نسخه من صنع اونري. ساعتها بيتعصب كيبا جدا وبيقول لها انه ما طلبش منها تعمل حاجه زي دي، وبيشدها وبيخرج بره الاجتماع، وبيخرج فوجا بعدها على طول. بيمر الوقت وبنروح لسواريز وبنشوفه وهو قاعد في اوضته، وفجاه بيختل توازنه وبيحس ان العقد اللي عمله مع التنين الاسود بيحصل له حاجه غريبه. بيتألم بسبب اللي حصل. وساعتها بيكلموا التنين الاسود وبيطلب منه ينجز ويقتل التنين الاحمر بسرعه علشان يحكم الجزيره اللي التنين الاحمر مسكها. فبيسالوا سواريز ايه اللي هيحصل لسكان الجزيره بعد ما ده يحصل. فبيقول له التنين ان هم مش هيموتوا بس هيدوا له كل السحر بتاعهم. بيقول له هديلك مكافاه علشان تنجز واللي هي حمايه ضد اي نصل، وبيديها له فعلا، بس بيتألم سواريز بسبب كده جدا. في الوقت ده بتدخل عليه المساعده بتاعته على صوت صراخه العالي، وبتساله لو كان ده التنين الاسود. فبيقول لها ايوه. فبترد عليه باستغراب وبتقول له هو مش احنا في اراضي التنين الاحمر، هو ليه بيتواصل معاك دلوقتي؟ فبيرد عليها وبيقول لها ده بسبب انه عارف ان انا انقذت كي وعشان كده طلب مني ان انا انجز واقتله. بنروح عند كي اللي بيكون قاعد يفتكر كلام اخته اللي قالته له، وبتقول له ان هو لازم يقتل فريق البعثه او هم اللي هيقتلوه. بيكون الموضوع ده صعب عليه جدا لانه اعتبرهم اصحابه، بس فجاه بيكلموا التنين، ولكن المفاجاه ان هو مش التنين الاحمر. ده بيقول له ان هو واحد من التنانين واللي يبقى قرين التنين الاحمر، وبيكون هو التنين الاسود. وبيقول له احسن لك تستسلم وتسيب كل حاجه تمشي زي ما انا مخطط. بيفوق بعدها كي وبيروح للتجمع اللي بيبقى لسه معمول، ومش بيلاقي هناك ميشارو، وبيسالها هي فين. فبترد عليه ماكي وبتقول له ان كيبا جه خدها بحجه انه عايز يستجوبها. بيتعصب كي جدا وبيقول لهم هو انتوا محدش فيكم ساعدها. فبيرد عليه افا وبيقول له ان هي تبقى مساعد اونري وعشان كده ما تكلموش. بتقول له شون انت شخص طيب جدا وعارفه انك زعلان على فراقها وعارفه يعني ايه تكون متعلق بحاجه وفجاه تختفي من حياتك، بس خليك عارف طالما اختفت مستحيل ترجع تاني بشكلها الاصلي، وحتى لو رجعت هيكون اتبنى ما بينكم حاجز مستحيل يتهدى او ترجعوا زي زمان تاني. بيجري كي من عندهم وبنشوفه بعد ما خرج بيقابل سواريز اللي بينادي عليه، بس بيفتكر كي لما التنين الاسود قال له ان سواريز يبقى تبعه، وبيجري على طول وبيكمل في طريقه، بس سواريز مش بيسيبه وبيروح وراه. بيدخلوا في ممر صغير وبيشوف كي واحد قدامه وبيطلب منه يساعده من الاثنين دول اللي بيجروا وراه وهم سواريز والمساعده بتاعته. وبالفعل الراجل بيساعده وبيقول له انت ليه بتطرد الطفل ده؟ فبيرد عليه سواريز وبيقول له ان ده سوء تفاهم مش اكتر. وعند كي اللي بيكون وصل لقلعه اخته بيدخلها، واول لما بيدخل بيلاقي المكان كله متدمر والحراس مقتولين وهي قاعده فوقهم. بيسالوا فين ميشارو، فبتقول له ما تقلقش حتى لو ماتت هرجعها لك مره ثانيه عادي. وبتقول له ان شون عندها سيف قوي جدا وعاجبها، وده بيصدم كي بسبب ان هو حتى ما شافش سيفها غير مره واحده. بتكمل اخته وبتقول له ان هي عايزه تشوف قوته اللي اخدها من التنين، فبيقول لها ان هو مش هيستخدم القوه دي مره ثانيه. وبيكمل وبيقول لها لو شون حصل لها حاجه مستحيل كوران يسكت، ده غير ان سواريز وافا مش هيسكتوا هم كمان. فبتقول له خلاص نقتلهم كلهم، مش هم عملوا البعثه دي علشان يقتلوا التنين الاحمر، يبقى نتغدى بيهم قبل ما يتحشوا بينا. بتقول له لو كان في حد فيهم بتحبه هبقى ارجعه لك بقدراتي. وبتكون مجنونه حرفيا. وفي الوقت اللي كان التنين الاحمر بيحرق وبيقتل فيه الناس كانت هي عماله تضحك بسبب اللي بيعمله. بتبقى فكرتها ان هي تخلص على الكل بس الاشخاص اللي بتحبهم ترجعهم مره ثانيه على شكل نسخ. وبيقول كيف سره انها بتحسب ان التنين الاحمر بقى مجنون بسببها، وبالطريقه دي هتقتل الكل فعلا. وبيجاريها وبيقول لها ان هو هيسمع كلامها بس الاول هيروح يزور ايجاتو. بتفرح جدا من ده وبتقول له يعني انت معايا؟ فبيرد عليها وبيقول لها ايوه. فبتروح تحضنه. بيقول كي مع نفسه ان هم حتى لو وحشين فهم هموتوا طول الفتره اللي فاتت دي، ده حتى عشان خسرت دراعها بسببه وعشان كده مش هيسمح لحد انه يؤذيهم. بيروح بعدها لغرفه ميشارو، واول لما بيدخل بيلاقي ان الارض كلها دم حرفيا، وبيتصدم
بيتصدم من اللي شافه. بيلاقي قدامه ميشارو اللي بيكون وشها مشوه هي وفوجا، وفوجا بيقول لها ما تتدخلش. بياخد فوجا كي وبيروح يتمشوا في الغابه، ولما بيسالوا كي ايه اللي حصل بالظبط بيقول له لما كايبا جاب ميشارو وقعد يهزق اونري بسبب ان هي خبت حاجه زي كده، ساعتها ميشارو هاجت بقت عامله زي الوحش وقتلت كل جنود كايبا وقتلته هو شخصيا، وكل ده بيحصل قدام اونري اللي كانت بتتفرج وهي ساكته. بعد كده بيقابلوا ميشارو واونري وهم ماشيين في الغابه، فبيقرب كي من ميشارو وبيخرج السيف بتاعه بيطعنها بيه، بيقتلها قدام فوجا واخته. بس هنا اونري بتقول له ان هي مش هتموت ومفيش اي فايده من اللي بيعمله. ساعتها بينادي كي على التنين الاحمر وبيقول له لو ينفع النسخ تكون اضحيه ليه، وفعلا بيرد التنين وبيقول له مفيش مشكله، وساعتها بيطلب منه انه يحرق كل حته في جسم ميشارو وده عشان ما ترجعش مره تانية، وبيضرب عليها قوه التنين القويه جدا وبيحرقها عن بكره ابيها، وبيقول لها قبل ما تختفي ان هو ما نساش الطلب بتاعها لما قالت له انه عايزاه يكون الملك. في نفس الوقت عند سواريز اللي بيقابل سايمون وبيسلموا على بعض، وبيكونوا كلهم بيدوروا على كي بس مش بيلاقوه، وبيدخلوا غرفه كده علشان يشوفوه فيها، ولكن بيتفاجئوا بوجود جثه جواها. بيتجمعوا كلهم مره تانية بس المره دي ما بيكونش كي موجود، وبيقول لهم افا ان اللي قتل الجثه دي كانت هي ميشارو، وده بيشيل الشك اللي كان عندهم. وبيتكلم واحد منهم وبيقول ان دي خطه من كوران ودانتا علشان يخلوهم يقتلوا بعض. بنرجع تاني لكي وفوجا اللي بيكونوا لسه بيتمشوا في الغابه، وهنا بيحس فوجا بوجود شخص فبيقول لهم يقفوا، وبتامر اونري الخادمين بتوعها ان هم يتحركوا. فجاه بيتحولوا لوحوش نفس اللي حصل لميشارو، وبيتفاجئ فوجا بيقول لها حتى دول عباره عن نسخ. بيكون الشخص اللي حس بيه ده هو ماكي، وبيروح وحش من الاثنين يخنقها، وبتروح اونري وبتقول لها انت اللي عملت كده في الغابه، انت اللي خليت الطاقه السحريه اللي فاتت تلوث. وبتتكلم مع اخوها بتقول له هي دي الطريقه اللي احتلوا بها الغابه وعايزين يقتلوا التنين الاحمر. بيقول فوجا ان التنين الاحمر اتجنن خلاص فعلا، وساعتها بيفكها الوحش بتاعها من النسخه، وبتروح ماكي لعند كي وبتقول له قتلني، ولكنه بيرفض. بتقول ماكي لاونري ان هي مش الملكه وكي الوحيد اللي يقدر يستخدم قوه التنين الكامله، وساعتها بتروح اونري لحد ماكي وبتقول لها انت بتحسبي نفسك عزيزه على كي؟ لا انت مجرد خادمه عنده، اخرك تكون تضحيه ليه ولقوته، وده لو حصل التنين مش هيقبل روحك وعشان كده هو مش راضي يقتلك. والكلام ده بيخلي ماكي تعيط، وساعتها بيوقفها كي عن الكلام. بيطلب من ماكي ان هي ترجع لقفا وبيمشي، ولكن قبل ما يمشي بتقول له ماكي هو انت فعلا شايف ان حياتي ملهاش قيمه؟ وطبعا ده بيكون عكس اللي هو شايفه، ولكنه بيقول لها ايوه وبيمشي، وده بسبب انه عايز يحميها ومش عايزها تموت. وبنروح لعند افا اللي بيدي شون دراعها الالي، وبتنبهر بمقابل ان هي جابت له ناب التنين. ساعتها بتقول له ان الناب ده افضل سلاح ممكن تقتل بيه التنين الاحمر، فبياخد افا الناب وبيروح يحطه في صندوق وبيقول لها ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. بتروح بعد كده تقابل سواريز وبتقول له ان البعثه دي كانت عباره عن تضييع وقت مش اكتر، فبيقول لها احنا مالنا، كل اللي علينا ان احنا نعمل مهمتنا وبس. فبتقول له ايوه عندك حق، وبيقولوا الاثنين في نفس واحد نفس الجمله، وهي ان هم هينقذوا كي علشان التنين الاحمر. بتساله شون وبتقول له مش قتل كاي هيكون في مصلحتنا، فبيرد عليها وبيقول لها بصراحه مش عارف. وساعتها بتقول له انا اللي هقتل التنين الاحمر. بيسالها انت ليه مصر على قتله؟ فبتقول له السؤال ده عامل زي ما تكون بتسالني انت بتتنفسي ليه. بتقرب منه بتكون لسه هتخرج سلاحها، بس فجاه بيجي شخص تبع جيش قران وبياخدها، وبنعرف ان ناب التنين اللي اخده قفا من شون هيروح لفريق التنين الاسود. بتكون شون بتراقب كل تحركاتهم لحد ما بيوصلوا للسفينه، وبياخدوا معاهم الناب بتاع التنين، وساعتها بتهجم شون على الفارسه اللي معاها الناب. بتكون واحده من فرسان التنين الاسود وبتخطط تقتلها وتاخد الناب وتهرب. ساعتها الفارسه بتبتسم، وفجاه بيخرج من البحر شيطان وبيهجم على شون، وبتعرف تصد هجومه بصعوبه. بتقول شون مع نفسها ما توقعتش ان هي تكون شايله معاها وحش شيطاني، بس فجاه الوحش ده بيرجع تاني للبحر في نص الهجوم. ساعتها بتستغرب شون، فبيقول لها السيف بتاعها ان ده وحش شيطاني مش بيظهر غير في الظلام، وبيكون رجع تاني للبحر بسبب ان ظل السفينه راح، وعشان كده بيقول لها لازم تنجزي قبل ما الشمس تروح. وساعتها ظل السفينه بيجي مره تانية وبيهجم عليها على طول، ولكنها بتستخدم قوه الايد اللي اداها لها افا وبتقتله بيها. ساعتها بتخرج الفارسه اللي اسمها ماتي قوه التنين الاسود وبتهجم بها على شون، وبيحصل تصادم ما بين قوى الاثنين وبيتحدفوا بعيد عن بعض. ولكن اول لما شون بتظهر السيف بتاعها هالتها بتتحكم في ماتي وبتروح علشان تخلص عليها، ولكن بيكون عندها مهاره اسمها الروح المقدسه. المهاره دي بتمنع ضربه مؤكده، وبالفعل ده اللي بيحصل. وساعتها بتستعيد ماتي وعيها وبتاخد سلاحها من تاني، وبيكون ده بسبب الالم بتاع الضربه اللي ضربتها لها شون. بيكون سحرها لسه ما خلصش بالكامل، وعشان كده بتضغط ماتي على جرحها علشان تتخلص من التحكم، وفعلا بتتخلص منه، وبتأمر وحوشها ان هم يهجموا عليها. فعلا الوحوش بتكتفها وبتهجم عليها، ولكنها بتتصدى ليهم وبترمي حاجه بتضعف من قوتها، وحتى الشياطين بيضعفوا جدا. بيسيبوها ولكنهم بيستعيدوا رشدهم وبيرجعوا تاني يهجموا عليها، ولكنها بتخلص عليهم بكل سهوله، وبتروح تخلص على ماتي اللي بتكون دايخه ومش قادره تقف. بتهجم عليها وبتجرحها جرح قوي جدا، وبتخلص عليها وبتفتح الصندوق علشان تاخد الناب، ولكن المفاجاه انها بتلاقي الصندوق فاضي وبتعرف ان هي ضحكت عليها. بيمر الوقت وبيلاقوا جثه ماتي على الشاطئ، وبتوصل المعلومات للكل، وبيكون افا قاعد مع سايمون وبيشوف اللي حصل ده، وبيقول سايمون ان على الجزيره دي كلها 5 بس ممكن يعملوا كده. بيرد الحارس بتاعه بيقول ان شون هي اكيد اللي عملت كده، وبنشوف شون وهي قاعده مع ماكي اللي بتكون هزمها هي والوحش بتاعها. ما بنعرفش حصل ايه، بس بنروح لافا هو وسايمون اللي بيكونوا في حفله، وهنا بيجي لهم سواريز ومساعدته وبيسالهم لو كانوا شافوا ماتي. ده اللي بيعصب سايمون جدا، وبيقول له هو انت ما تعرفش ولا ايه. وبنعرف من كلامهم ان ايجاتو هيتعدم قريب، وبيسالوا سايمون وهو متعصب جدا لو كان يعرف مكان شون. بنسيبهم في الوقت ده وبنروح لسجن ايجاتو، وبنشوف فوجا وكي واخته، وبيقول لهم فوجا ان هم هيلاقوا ايجاتو هنا، وبيدخل كي لوحده بس بيرفض فوجا انه يدخل اونري. وبيجي واحد من جنود سايمون وبيسالهم لو كان له علاقه بموت جنودهم اللي كانوا في غرفه ميشارو. بنروح لكي اللي بيدخل عند ايجاتو، اول لما بيشوفه بيشكروا انه جاله هنا، وبيقولوا ان في حاجه واحده لازم يعملها قبل ما
يكون ملك. الحاجه دي انه يقتل اونري بنفسه، ودي بتكون صدمه بالنسبه لكي بسبب انه كان فاكر ان ايجاتو عايز يخلي اخته هي اللي تكون الملكه. بس بيكمل ايجاتو بيقول له انت تستحق تكون الملك اكتر منها بكتير. وخارج السجن بتكون نوري بتقتل في جنود سايمون. داخل السجن بيقول كي لايجاتو ان اخته هي كمان ملعونه بقوه التنين وبسبب كده اتجننت وعايز يرجعها لوضعها الطبيعي. بس بيقول له ايجاتو انت فهمت غلط، اونري هي اللي جننت التنين الاحمر. وبيقول له من نص سنه كانت اونري مستخبيه في قريه، والقرويين حاولوا ان هم يقتلوها بسبب ان هي كانت بترجع الموتى للحياه تاني في نسخ. بس فجاه بيخرج من داخل اونري التنين الاحمر، وده اللي بيحصل بره بسبب ان الجنود كانوا عايزين يقتلوها، الا ان التنين الاحمر خرج منها علشان يقتلهم. وبتقعد تضحك ضحك هستيري. وبيكمل ايجاتو بيقول في الوقت اللي وصلنا فيه لقينا التنين الاحمر حارق القريه بالكامل، وده كله كان بامر من اونري. وساعتها عرفت ان هي اتجننت نهائي، وبتكسر اونري السجن على ايجاتو وبتدخل وبتمر التنين يقتله. وهنا بيطلب ايجاتو من كين يقتل اونري. بتحطم السجن عليهم، ولكن فوجا بيلحق كي، ولكن مش بيلحق نفسه وبيقع هو مكانه. بيطلب منه فوجا في اخر نفس انه يستخدم قوه التنين ويقتل اونري، وفعلا كي بيعمل كده وبيطلب من التنين يديله قوته. بس هنا اخته بتضحك وبتقول له التنين معاها ومستحيل يسمع كلامه. بيمسك التنين كي علشان يشوف هو بيقتل صاحبه فوجا، وبيهجم على فوجا وبيخلص عليه. بنروح لسواريس اللي بيقابل في طريقه وهو ماشي الشون، وبيقول لها سلاح هتقتله دلوقتي قبل ما يعرف بموت ماتي حبيبته، وبتهجم عليه لكنه بيتصدى لهجومها. فبترمي شون راس ماتي قدامه علشان يتشتت، ولكن بيبعد الراس ولا كانه فارق معاه. في الوقت ده عند اونري بتخلي التنين يهجم على المدينه ويدمرها بالكامل، ولكن بيقف سايمون في طريقه وبيهجم عليه بقوه التنين الاسود وبيطلع كل قوته في اخر ضربه عنده. بيخلص عليه، ولكن ده ما بيكونش التنين الاحمر الحقيقي، لا ده نسخه منه وعشان كده ضعيف. وبيحاول كيني يستدعيه دلوقتي ولكن مش بيستجيب، وده لان اونري لسه بتتحكم فيه. بس فجاه بتيجي ماكي وبتبعد اونري عن كي وبتجمع قوتها وبتهجم عليه. بس اونري بتعمل نسخه تانية من التنين. بتطلب ماكي انه يقتلها علشان ينهي المعركه دي كلها، وبتروح علشان تهجم على اونري، ولكن التنين بيطيرها كانها حشره. بتروح عشان تهجم على التنين وتشبع سلاحها، بس بتؤمر اونري التنين انه يقتلها، وبيقعد يجري وراها وبيقعدوا الاثنين يقاتلوا في بعض. بس التنين بيعرف يصيبها وبيرميها لبعيد. بتروح تقتله تاني علشان تقتله. بيحاول كي يتكلم مع التنين وفعلا بيعرف، وبيقول له التنين ان الحقد اللي داخل اخته شديد جدا واقوى من اي حد شافه في حياته. هنا بيوصل سواريس ومعاه ناب التنين وبيديه لكاي وبيقول له انت الوحيد اللي هتقدر تستخدمه. وبيحاولوا يعطلوا التنين بالسفينه اللي راكبينها، بس مش بيطولوا وبيهجم عليهم التنين وبيوقعهم. بيروح كي ماكي اللي بتبقى لسه عايشه وبتطلب منه ياخد حقها، وبيروح لاخته وبيطلب منها توقف اللي بتعمله، بس بترفض وبتقول له استمتع زيي. بتستدعي التنين وبتخليه يهجم عليه، وبيكون فعلا هيصيبه بس بيوصل قفا وبيصد هجومه. وهنا بيهجم عليها سواريس بالسفينه اللي بتكون خلاص جابت اخرها، وبيحصل انفجار قوي جدا في المكان. في الوقت ده بتيجي شون علشان تقتل سواريس باوامر من السيف بتاعها، وبتصيبه فعلا وبتصيره لبعيد وبينجحوا يقتلوه. بس اونوري بتحاول تستدعيه من جديد، لكن بتيجي ماكي وبتوقعها قبل ما تستدعيه. وهنا بيروح كي يطلب من التنين انه يديله قوته، وبالفعل المره دي بيستجيب، واخيرا بياخد قوته مقابل روح ماكي. وبتحاول اونوري تتحكم فيه مره تانية ولكن مش بتعرف، وبيقتل كي ماكي وبياخد قوه التنين رسميا وبيهجم على اخته على طول. بيخلص عليها بضربه واحده. وبعد كده بشويه بنشوف سواريس وهو بيتكلم مع التنين الاسود وبيقول له انا مش عايزك تشيل عنيتي، انا عايز افضل بيها كده واتعود عليها. بيقوم بعدها بيلاقي مساعدته مرال قاعده جنبه عماله تعيط علشان كانت بتحسبه ان هو مات، وبتقعد تضرب فيه. وعندي شون اللي بتكون لسه عند الحطام، فجاه بتلاقي قدامها عين التنين بتاعت اخت كي، واول لما بتشوفها بتروح تلزقها في صدرها على طول. كده بقى عندنا وريث تاني للتنين. شكلنا مش هنخلص من الشغلانه دي يا جدعان. هي ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الله اعلم. المهم ان الفيديو النهارده خلص، فما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب في القناه وتصلي على نبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واشوفكم الفيديو الجاي. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم، وسلام.